في أطفال عم يسألوكم أنتم ليش تركتونا وحدنا؟ ليش ما تحركتوا؟ ليش ما حركتوا حكوماتكم لأنه تتحرك لأجلنا؟ ليش خليتوا المعبر الوحيد اللي هو معبر باب الهوى اللي هو المتنفس الوحيد انه يتسكر؟ ليش عم تخنقونا؟ ليش ما بتعاملوا معنا كبشر؟ ليش ما بتعاملوا انه نحن بشر مثلنا مثلكم؟ تخيل طفلك، سامحني على التخيل، على طلبك، تخيل طفلك تحت هذا الركام وانت قاعد هون صافين. ايش طالع في ايدك؟ ايش بدك تقول؟ لمين بدك توجه رسالتك؟ الله عز وجل ابتلانا اليوم، ممكن يبتليكم بكره. ليش تركتونا لوحدنا؟ لسه لحد الان في ناس عايشه تحت هذا الركام، لسه في ناس تحت هذه الانقاض قادرين نحن ننقذها. يا جماعه لا تتركونا وحدنا، عندنا الاف العوائل صارت مشردة، صار عندنا اكثر من 1000 شهيد، عندنا اكثر من 5000 عالم تحت الانقاض. ليش تاركينا لوحدنا؟ لايمت لحتى نموت كلياتنا؟ نحن منكم وفيكم، نحن اهلكم، بنناشدكم بلا اله الا الله، بنناشدكم بالانسانيه، بنناشدكم بالاسلام، بنناشدكم باي شيء بدكم اياه، انه لا تتركوا اطفالنا تحت الركام، لا تخنقونا، خلونا نتنفس. ما بدنا اكثر من هيك، ما بدنا اكثر من نتنفس، نقدر نطالع اطفالنا وعوائلنا من تحت هذا الركام، خليه يتنفس. هذا الركام اللي شايفينه تحته في بشر، تحته في ناس، تحته في صرخات اطفال، تحته في انين عوائل، تحته في ناس لساتها عم تتنفس. يا جماعه لسه اهلنا عم يتنفسوا تحت هذا الركام. شوف الدمار مكبر.